السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إن شاء الله النهارده هنعمل يا حبايب قلبي الكريب الحلو بطريقة كده عبقرية وطريقة واحترافية كده زي الفنادق بالظبط أو المطاعم الكبيرة. تحفة يا حبايب قلبي في مناسبة، في عزومة، في زيارة، في عيد ميلاد، تحفة. هنعمل معانا كده 6 بيضات بلدي. أنا معايا البيض بلدي ومعايا 6 معالق من الزبدة و3 بواكي من الفانيليا. وانا عامله ميكس، بس لقطه الفانيليا السائله ما بانتش. ومعايا كوبايه ونص من الدقيق. ومعايا 6 كوبايات 6 معالق من السكر معذره وذره ملح. وثلاث مجات من الحليب. بالشكل ده يا حبيب قلبي كل المكونات سهله جدا جدا في الخلاط. هنضيف كل المكونات معانا في الخلاط، هسيب بس مج من اللبن لحد ما اضرب كل المكونات بالشكل ده وبالسباتيولا كده من الجوانب ومن تحت كله. اتاكد كده لو في، طبعا بيبقى في احيانا الدقيق فيه تكتلات، بالشكل ده كده بنزلها كلها من الجوانب بالسباتيولا. واضيف كوبايه الحليب او المج الحليب الثالث واضربه كويس جدا جدا. وبالمناسبه لازم الزبده نكون مسيحينها يا حبايب قلبي عشان نتاكد ان هي تنضرب كويس جدا معانا. وانا متاكده ان الخليط معايا ناعم جدا زي الحرير، مفيش في اي حاجه. بس زياده للتاكيد والاخوات وحبايبي برضه عشان ما حدش يقول ده في اي حاجه، صفناه وبفضل الله ما طلعش فيه اي حاجه. ممكن ان انا اشكله لو بالكوب المعياري او بالمج العادي او بالمغرفه او الكبش حسب ما بتسموها. براحتكم خالص، اي حاجه متاحه عندكم هتشكلوا بيها تضيفوا بيها مفيش اي مشاكل. انا هنا اخدت جزء كده حوالي معلقتين او 3 من نفس الخليط، وحطيت عليهم نص معلقه من الكاكاو وضربته كويس جدا جدا، اللقطه دي ما بانتش. وحطيته في كيس معايا كده او كيس تلاجة، اي حاجه من المتاحه عندك. ما تعقديش نفسك، وهنقطعه من الطرف كده وبأي بقى أشكال كده. هنطلع الفنان اللي جوانا كده، وهنعمل يعني أول واحدة بيقولوا عليها ضحية، بس بفضل الله والله من أول واحدة لآخر واحدة اللهم بارك تحفة جدا جدا جدا. لأن أنا بحب الكريب وبحب عمايله وبيطلع بفضل الله وحده وناجح. وحد يقول لي هو ليه أصفر أو كده؟ عند اللهم بارك البيض كان بلدي، صفاره كان تحفة، واللي مع الزبدة برضو اداني اللون ده جميل جدا جدا. وريحة وطعم، ولا تقولي لي زفارة ولا أي حاجة من البيض. اللي هياكل منه كده محدش طبعا هيقول ده فيه بيض أبدا، من كتر جماله. والميكس بتاع الفانيليا السائلة مع الفانيليا البودر خطير يا حبيب قلبي. درجة اللون ديت ترجع ليكي انتي. عاوزاه حلو أحمر كده، أنا بحب اللون ده جدا جدا جدا. وكنت عاملة لهم في مناسبة كده، يا رب يفرح الجميع، والله اتصلوا عليا قالوا لي حاجة فخمة جدا جدا جدا. هنرسم بقى كده قلب، نرسم ورد، نعمل خطوط كده. ده الجزء ده يا حبايب قلبي لو انت مش عاوزة تحط عليه اي صوصات ينفع ويبقى شيك جدا 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 وجميل جدا جدا. بالاضافة اللي هم يا دوبك نص معلقة من لا اله الا الله من الكاكاو الخام على معلقتين من نفس الخليط. هنعمل بالشكل ده نص الكمية. شايفين بقى يا حبايب قلبي، بقول لكم ان انا لازم نولع الجزء ده اللي هو بالكاكاو، بسويه الاول لوحده. لان لو حطيته سايل كده وحطيت فوق الابيض هيروح كله مع بعضه. لازم اسوي اي رسمه هرسمها او اي نقط او اي خطوط الاول، اسويها الاول وبالشكل ده. وبعد كده اضيف عليها الجزء الابيض. عملت كل نص الكميه، يعني شكلتها كده وعملت عليها رسومات، والنص التاني ابيض ساده بالشكل ده. ده وده حاجة ترجع ليكم، عاوزين تعملوه كله أبيض سادة، عاوزين تعملوه بالشوكولاتة وتعملوا العكس، جزء بقى الأبيض هو اللي تشكلوا بيه، دي حاجة ترجع ليكم. أنا الكمية دي اتعملت معايا 14 من الكريب، حسب. وده برضو الكمية العدد على حسب حجم الطاسة اللي بتعملي فيها يا حبايب قلبي. انا عندي كانت يعني وسط، ما كانش صغيره قوي ولا كبيره قوي. لو الطاسه عندك اكبر من كده ممكن يديك 10، ممكن يديك 11. تحفه يا حبايب قلبي، اللهم بارك، ريحه وطعم حاجه خطيره خطيره خطيره. يعني انا نبدا طبعا من الحب جانب زي ما بيقولوا كده، طباخ السم بيدوق. اللهم بارك كان حاجه خطيره. وبرده ممكن نعمله مربعات كده. والحشوه ديت يا حبايب قلبي دي النوتيلا اللي انا عاملاها والله معاكم على القناه، اللي عاوز يرجع ليها تحفه. وحشوه تانية ديت اللي هي زبده اللوتس، برضو عاملاها معاكم على القناه، خطيره تحفه والله، تحفه تحفه حاجه كده وهم. اللهم بارك.
وموفرة جدا جدا وحاجة قيمة وشيك. يعني كانت في المناسبة ديت هم كانوا سعداء جدا جدا بيها والله، واتصلوا عليا شكروني بفضل الله. عاوزة تعملي مربع، عاوزة تعمليه طويل زي كده زي الساندوتش عادي، براحتك خالص. عاوزة تفردي الشوكولاتة فيه كله براحتك، عاوزة تحطي على جزء وجزء، يعني دي حاجة ترجع ليكي انتي. اللهم بارك. تحطي برضو فيه جزء من اي بقى اي فواكه عندك. انا اللي كان متاح عندي بصراحة كيوي بالشكل ده، عن حطينا الحشوة. اللهم بارك. عندك فراولة، عندك تفاح، ممكن تعمليه مع معلقة زبدة كده أو سمنة بسكر كده على النار تشوحيه. اللهم بارك. ومع رشة قرفة يبقى خطير. شايفين يا حبيب قلبي؟ ده اللي هو من بره عليه رسومات كده بالشوكولاتة، ده مش محتاج تزيين خالص خالص خالص. يعني لو انت ما عندكيش اي صوصات للتزيين هتكفي، وهيبقى تحفة ورائع وشيك كمان جدا جدا. ده برضو ممكن حطيت نقطتين اللي على الجناب دول زي صمغة كده عشان يساعدوني في ان الساندوتش يمسك معايا. اللهم بارك بقى كده. ده كان صوص بالشوكولاتة خطير جدا جدا. يعني تعمليه، عملته على السادة بس، اللي هو فيه رسومات من بره بالكاكاو، انا سيبته سادة. اي صوصات عندك بقى، صوص شوكولاتة، صوص فراولة، صوص يعني اللي هو صوص الجبنة بتاع السينابول، صوص اي حاجة عندك. عملت بالشكل ده يا حبايب قلبي. ممكن تعمليه مثلثات برضو بالشكل ده، بس هم يعني طلبوا جزء سادة، يعني يعملوه وقت تاني، وجزء طبعا حشيناه بالشكل ده. خطير. ان شاء الله تجربوه وتقولوا رأيكم في الكومنتات. وما تنسونيش اللي يجربوا ان شاء الله من دعوة حلوة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء لاخواتنا بالنصر والتمكين، ودعوة حلوة يا حبايب قلبي من قلوبكم. لايك بالله عليكم، ما تنسوني من لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحفة جدا، خطير، لازم تجربوه.